السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل البيتي فور وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا نشوف المقادير. هقول لكم المقادير بالكوباية. معايا هنا كوباية سمن، معايا كوبايتين دقيق منخولين وذرة ملح. السمن عندي ساقع يكون محطوط في التلاجة. معايا نص كوباية سكر بودر، معايا بيضتين، بيضة كاملة وصفار بيضة، ومعايا ظرفين فانيليا، ومعايا هنا ربع معلقة بيكنج باودر. يلا نشوف هنعمل ايه. انا هنا عامله ضعف المقدار اللي قلت لكم عليه. هعمل هنا ربع معلقه بيكنج باودر زي ما قلت لكم على المقدار اللي قلت لكم عليه اللي هما كوبايتين الدقيق، وبعد كده هنزل بالسكر اللي هي نص كوبايه على كوبايه السمن. ده انا بقول لكم بمقدار الكوبايه اللي انا قايله لكم عليه. وهنا هحط فانيليا، بحط حبه فانيليا في البيض وبحط حبه فانيليا مع السكر والسمن. يعني ممكن تحطي هنا ظرف وهنا ظرف، بس انا هنا بستعمل الفانيليا السايبه، بتدي نتيجه احسن واقوى. وهبتدي اضرب السكر والسمن كويس جدا بالمضرب لغايه لما يبقى كريمي معايا، لغايه لما يبقى كريمي كده زي الكريم شانتيه. وبعد كده بنزل بالبيض، بيضه انا قلت لكم بيضه كامله وصفار بيضه، بيدي طراوه خالص للبيتي فور وبيديله طعم حلو قوي. انا شغاله بالطريقه دي من سنين. وزي ما قلت لكم كل العجين مش يعني بيدعك، لا بلم العجين وبحط هنا قسمت العجين لاتنين، واحد بالشوكولاته هيبقى واحد بالفانيليا. انا هنا الشوكولاته عشان حطيت كاكاو خام، فبحط حبه لبن بلم بيهم العجينه اللي هي بتاعه الكاكاو عادي، ما بيجراش حاجه، وهي النتيجه ما بتغيرش اي حاجه خالص في العجينه. شويه اللبن برضو بيدوها نفس الطراوه. انا هنا بشتغل زي ما انت عايزه، بالقمع، بالمكنه، بالقمع الصغير اللي انت عايزاه اشتغلي بيه، اللي ايدك ترتاح له. انا عملت من كل الاشكال عشان اما يستوي يعني هزينه. فانا بوريكم هنا في الفرن شغاله في المروحه، هنا بتساعد معايا السوا. واهم حاجه زي ما قلت تقعدي قصاد الفرن، وزي ما انتم شايفين طالعه معايا ناعمه جدا جدا. دي مقاديري من زمان، ويا ريت تجربوها وتقولوا لي. ولازم تستوي على درجه حراره متوسطه. وهنا انا سايبه ساده، وهنا مزوقه الباقي، والتزويق ده بتاعك انتي، بالمربى، بالشوكولاته، باللي انتي عايزاه تزوقي بيه. واللي اول مره يشوف القناه يدوس لايك وسبسكرايب، واستنوني في فيديوهات جديده. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.